أستاذ عباس، هل نجح اليوم الإعلام المحلي في ربما مواجهة هذا التعتيم، هذا التجاهل من قبل الوكالات الغربية في عدم إظهار الصورة الحقيقية لزيارة الأربعين، وربما حتى لا يتحدثون عن هذه التظاهرات السلمية؟ أستاذ ليث، قبل الإجابة على هذا السؤال ذكرت بالتقرير أو الكارت اللي عرض هنالك 500 مليون وجبة غذاء، عشرات الآلاف من المواكب، مئات الآلاف من العاملين هذه المواكب. أنا أطرح سؤال ويسأل أي صاحب موكب: هل هنالك موكب خدمة للإمام الحسين أغلق موكبه لنفاذ المادة؟ جل سؤال يسأل به أي صاحب موكب. تحدثنا عن بركات الإمام الحسين في هذه الزيارة. هنالك جوانب في هذه الزيارة، جوانب عقائدية، جوانب عاطفية، جوانب بها لمسة غيبية. اسأل أي صاحب موكب: هل هنالك موكب أغلق موكبه الخدمي لعدم توفر المادة اللي تقدم لزوار الإمام الحسين؟ أنا بعمري ما شفت بحياتي مسألة، رغم كل علاقاتنا، رغم كل انتشار إخواننا مراسلين الفرات، كوادر الفرات، لم أسمع في يوم من الأيام أن صاحب موكب أغلق موكبه لنفاذ المادة. وهذا سر من أسرار هذه الزيارة المليونية. تحدثون عن 500 مليون وجبة غذاء، مئات الآلاف من العاملين المواكب، عشرات الآلاف من المواكب، لم يغلق موكب لنفاذ المادة. وأنا أعرف ناس من الفقر بدرجة كبيرة لكن مواكبهم عامرة إلى نهاية الزيارة. كربلاء بحجمها نعم، وتستوعب هذه الملايين. نعم، هذه الأشياء غريبة. يعني يفترض هنالك من يفسر هذه الأشياء، يوضح هذه الأشياء للناس. هذا السر العجيب. كثير من الناس لم يمتلك القدرة على السير ساعة متواصلة في الأيام العادية أو الطبيعية بحياته اليومية. نلاحظ هنالك مسيرة تنطلق من رأس البيشة، يعني بغداد بصرة، من 7 ساعات 6 ساعات، 500 كيلومتر، ضيف لها قد مسافة إلى رأس البيشة. يصلون بهذه الفترة كبار، صغار، شباب، عجائز. هنالك حركة، يعني كأنما فد طاقة وحيوية ونشاط يعني تبعث في أجسادهم خلال أيام الزيارة. ويذهبون في الأيام العادية يمكن ما يستطيع يمشي لك كيلومتر واحد، يحس بالتعب والإجهاد. خلال هذه الفترة يمشي مئات الكيلومترات بدون تعب وبدون عناء. أما السؤال اللي تفضلت به، أنا أعتقد الإعلام العراقي نجح. وإذا نستعرض مسيرة 40 الإمام الحسين في مرآة الإعلام الوطني، الإعلام العراقي منذ 2005، شاهد هنالك تدرج بأداء وسائل الإعلام، وأيضا زيادة مضطردة غير طبيعية في أعداد الزوار. لو نرجع للإحصاءات الرسمية في 2005 نجد ما تتعدى أصابع اليد بالملايين، لكن سنة بعد سنة يزداد هذا. وأيضا تزداد اهتمام وسائل الإعلام، ازدادت يعني اهتمام وسائل الإعلام الوطنية العراقية بهذه الزيارة، وبعض الإعلام الأقليمي. هذا أنا أعتقد نجاح للإعلام العراقي. الآن الآخر يشاهد، يتابع، ليس له القدرة على بث هذه الأشياء، لكنه يتابع ويراقب ويقيم ويقدم إحصائيات، ويقدم إحصائيات كاملة بطبيعة الطعام، طبيعة الناس الذين يسيرون، طبيعة الأعمار التي ذهبت إلى الزيارة. هذا كله تحت الدراسة، تحت المجهر. العراق ليس بلد في مجاهل أفريقيا، العراق قلب العالم. من العراق تصنع المعادلات السياسية. تراقب هذه المسيرة بدقة، وتقيم هذه المسيرة من مختلف يعني الجهات المخابراتية، الأمنية، دول العالم. تراقب هذه الزيارة وتخرج في تقييمات، وعلى ضوء هذه التقييمات تحدد مساراتها في التعامل مع الوضع العراقي والشأن العراقي. أما قضية الإعلام العراقي، هل تمكن؟ نعم، تمكن الإعلام العراقي. هنالك وسائل إعلام عراقية شريفة استطاعت أن تواكب هذه المسيرة. أنا حضرت ما يقارب 4 أو 5 اجتماعات لمدراء وسائل إعلامنا، كل قنواتنا الوطنية اللي موجودة كان هنالك اجتماعات مكثفة لكيفية تغطية شعار الإمام الحسين عليه السلام. وأيضا هنالك تعاون كبير لأول مرة يحصل بين مختلف وسائل الإعلام العراقية في الاستفادة من فيدات أو إرسال SNG الصورة، وتم رسم خارطة جغرافية على الأرض على
يعني على الورق للمعابر أو حركة زوار أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، وتم يعني تقسيم حركة الأسنجيات في هذه المناطق بحيث تستفيد جميع وسائل الإعلام من هذه الحركة. وأيضا شكر وتقديري للأخوة بمختلف وسائل الإعلام العراقية اللي نفذت هذه الخطة لتعامل التعامل الإيجابي مع هذه الخطة. وأعتقد الإعلام العراقي نجح نجاح كبير، والآن اللي شاهد الأسطول الإعلامي الهائل الكبير في كيفية تغطية هذه الزيارة، يعني أنت تتقلب بين القنوات في أي قناة تختارها تشاهد هنالك المناظر والمشاهد اللي تسر النفس. وهذا دليل على أنه أولا لدينا كادر متمرس في عمليات البث المباشر، لدينا كادر متمرس في طبيعة التغطية، كيفية انتقاء التقارير، كيفية عرض هذه الزيارة بالعرض اللائق المناسب من حيث الاهتمام بالصلاة، النظافة، مظهر الزائرين، المفاهيم اللي يطلقوها الزائرين. هذه يتمكن الإعلام العراقي من إيصالها للعالم. وأنا أعتقد يمكن الآن أكو دراسة يعني المراقب للوضع يشوف أنه كيفية حديث الزوار عن أي مفاهيم، هذا يعطي بعد أن هنالك وعي في هذه الزيارة، ليس هنالك مشاعر، ليس هنالك عواطف فقط، إنما هنالك عواطف عاقلة، مشاعر عاقلة تتحرك باتجاه قبلة الأحرار. هذا تلمسه من خلال الميكروفون اللي تخليه أمام الزائر، شاب، شابة، صغير، كبير، شوفه يعبر بالتعابير واقعا كأنه كاتب، كأنه إنسان مثقف على درجة عالية من الثقافة، كان مخلص عمره بالكتابة والدراسة. شوف من الطفل إلى الكبير ويعبر أنه لماذا أتى لزيارة الإمام الحسين عليه السلام. سيد عباس، في ظل كل هذه المعطيات التي تحدثت عنها، ألا يعتصر قلبك ألما عندما نجد بأن هذا الإعلام الذي تتحدث عنه، الإعلام الوطني المحلي، عندما ينقل مثل هكذا شعائر بهكذا روحية، بهكذا تفاني، بهكذا عزيمة، بهكذا إصرار، تفضل عليه الوكالات والقنوات ربما الأوروبية، الغربية، الدولية في التعامل ربما مع الأحداث في داخل العراق، وبالتالي يعطى هذا الامتياز لتلك الوكالات التي لا تنقل حتى هذه الصورة وهذه التظاهرة، ويبقى الإعلام المحلي ربما بعيدا عن هذه الأمور. ملك مقولة لغاندي هواي يعني لطيفة وتعجبني، قل: تعلمت من الحسين كيف يكون مظلوما فانتصر. لو راجعنا مسيرة ما بعد الاستشهاد الإمام الحسين عليه السلام وطبيعة هذه الثورة والمظلومية اللي لحقت بها، الآن واحد يعني يحمد الله ويشكر على هذا الأسطول الإعلامي الهائل يغطي هذه الزيارة. سابقا منعت الزيارة وأغرقوا قبر الإمام الحسين بالماء، ووصل الحد الذي يرغب أو يروم يريد الذهاب لزيارة الإمام الحسين عليه السلام أن يقطع عضو من أعضائه، يقطع إصبع، يقطع كف، أو يعني تقرأ التاريخ تستغرب من طريقة التعامل مع زوار الإمام الحسين. ولا نذهب بعيدا، في العصر القريب في عهد نظام صدام، في عهد نظام البعث، يلاحظ أن منع زيارة الإمام الحسين عليه السلام، وكان يلاحق الشباب المؤمن بالفيافي، في البساتين، في الأماكن، لأنه هؤلاء زوار الإمام الحسين عليه السلام، وتنصب كاميرات لتسجيل الوجوه، وتنصب سيطرات إضافية لمنع الناس من الذهاب إلى زيارة الإمام الحسين عليه السلام. هذه المظلومية كلما تكاثرت، كلما ازدادت هذه المظلومية، تجعل المواطن العادي يتساءل: ما هو السر؟ لماذا هذا التعتيم؟ لماذا كان صدام يخاف من الزيارة؟ لماذا كان الخلفاء في العهد العباسي أو ما بعد العباسي أو قبل العهد العباسي يخافون من زيارة الناس لقبر الإمام الحسين عليه السلام؟ الآن أيضا يتساءل المواطن اللي جالس في أوروبا وفي أمريكا وفي أستراليا وفي بعض الدول الإقليمية، بل حتى في بعض يعني في العراق، يتساءل عن هذه الوسائل الإعلامية التي قد تربطه معها بعض الرابطة، يتساءل: لماذا تخافون من تغطية أربعينية الإمام الحسين؟ ما هو السر؟ لماذا هذا الخوف؟ لماذا هذا الرعب من تغطية مسيرة مليونية؟ أنا أعتقد يعني لو استعرضنا التاريخ لم نجد تجمع بشري على مر التاريخ كما يحدث في زيارة أربعينية الإمام الحسين. مستحيل لا يوجد أي تجمع بشري. هذا التجمع البشري الكبير الهائل لما تتجاهله بعض وسائل الإعلام، هذا معيب على هذه الوسيلة، معيب على هؤلاء أصحاب القرار الذين يتحكمون بهذه الوسائل أن يمنعوا من تغطية زيارة الإمام الحسين عليه السلام. وإلا حدث بهذه الأهمية ينطلق العراق، كل العراق،
ويدخل العراق أكثر من مليون. أصل الأرقام بعد ما ثابتة نهائيا، قد 1.5 مليون، قد يصل الرقم إلى مليوني زائر يدخل إلى العراق. وتلاحظ المنافذ الحدودية وحدث ما حدث فيها من تدافع كبير. أنا أحيي الأستاذ السيد الأستاذ محمود وأيضا محافظ البصرة وأيضا محافظة ميسان على الجهود الكبيرة المضنية التي بذلت من أجل استقطاب الزوار، لأنه من أهم المنافذ لدينا منفذ زرباطي وأيضا منفذ البصرة. هذه الأعداد الكبيرة من يتدفق، لما يتدفق عندك 1 مليون زائر يدخل إلى بلدك، هذا أمر غريب أن تتجاهل بعض وسائل الإعلام. هنالك نزوح بسيط أو هجرة بسيطة يتعامل معها الإعلام بأهمية كبيرة. هذا الدخول البشري الهائل يصل إلى أكثر من 1 مليون شخص أجنبي يدخل العراق من كل الجنسيات، من مختلف بقاع حتى من غير المسلمين، حتى من غير المسلمين يدخلون. وأيضا يتحرك اضطرت المرجعية أن توجه نداء إلى بعض المناطق التي فيها معارك تطلب المرجعية الدينية من أبناء هذه المدينة عدم ترك المدينة. نزوح غير طبيعي باتجاه قبلة الإحرار الإمام الحسين عليه السلام. هذه وسائل الإعلام هي اللي تخسر، هي التي تنتقد، هي التي يضع علامات استفهام عليها الجمهور أنه لماذا لا تتعاطين مع هذا الحدث. لكن صاحب القرار لدينا يعطيها بعض الامتيازات. أستاذ عباس، هنا سؤال: لماذا أعطيها هذه الامتيازات حتى في تغطية الأحداث الأمنية وتواكب ربما بعض الجهات الأمنية، ولا تعطى للقنوات وللمؤسسات الإعلامية الوطنية؟ حديث الامتيازات حديث يدخلنا بمتاهات وأشياء كثيرة لا نود، لكن أيضا نوجه يعني دعوتنا الآن متبقي وقت كبير وكافي، دعوة لوسائل الإعلام خصوصا الإعلام الوطني، بعض وسائل الإعلام الوطنية التي من الغريب أنها إلى الآن لم تتعاطى مع زيارة 40 الإمام الحسين، وقد عهدناها سابقا أنها تتعاطى مع هذه الزيارة. دعوة لإخواننا لمدراء هذه الوسائل أن يتعاطوا مع هذا الحدث، ليس حبا يعني، ليس يعني رغبة في أو هنالك نقص في التغطية، وإنما رفع العتب من جمهور هذه الوسائل.